11 مساء بتوقيت المغرب، هنا إقليم الحوز جنوب غرب مراكش. وقعت كارثة لم تشهد مثلها البلاد منذ نحو قرن مضى. زلزال على عمق 18.5 كيلومتر، ومركزه جبال الأطلس بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر. أما المعهد المغربي الوطني للجيوفيزياء فيؤكد أن الزلزال وقع عند التقاء خط العرض 30.961 درجة شمالاً وخط الطول 8.413 درجة غرباً. 30 ثانية أو أكثر بقليل بحسب مركز الرصد الأوروبي كانت كفيلة بإحداث دمار كبير في المباني في أقاليم الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوى وتارودانت. فيما الخسائر البشرية وصلت بحسب تقديرات حكومية أولية إلى مئات الوفيات، أغلبها بحسب وزارة الداخلية المغربية في إقليم الحوز وتارودانت وشيشاوى وورزازات. فيما الخسائر أتت بنسب أقل في مراكش وأزيلال، وهي مرشحة للزيادة. واقع جعل آلاف من المواطنين المغربيين يبيتون ليلتهم في الشوارع خوفاً من هزات ارتدادية تؤدي لكارثة أكبر، حيث تتوقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن تتحول الأزمة إلى كارثة واسعة النطاق. سيناريو تقول الهيئة إنه قابل للتحقق، حيث يقبع سكان المناطق التي ضربها الزلزال بأغلبهم في منازل عرضة للخطر، تم بناؤها من الطوب اللبن والطوب غير المسلح المبني من الطين.